ما من عبد إلا ويكلمه الله يوم القيامة. قلت يخرج وما خرج، قلت يخرج وما خرج، فكيف سقيتنا؟ قال يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم. قال له أبوه لكن المسافة بيننا وبينهم طويلة. قال والله ما أن خرجت ووقفت على الباب وشعرت وكأن ملائكة الرحمن تأتي بي إليكم تنجي من عذاب الله يوم القيامة، بل إنها من أحب الأعمال إلى الله يوم القيامة. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، فهذا أعلى المنازل. فقالت ابنتها يا أماه لماذا رفعت صوتك حتى جعلت حماد بن سلمة بيننا وبين الله؟ رفعت صوتك ليه في قولك يا لطيف الطف بحالنا؟ قالت والله ما رفعت صوتي ولكن اللطيف أتى به إلى بابنا. أحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله المعروف بالإحسان، المحمود بكل لسان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على أعظم رسول وأكرم إنسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام. لو حادت الشمس بعد كماله لعدمت إشراقا، ولو كان للآباء شفقة عليهن لذهبت نفوسهن إشفاقا. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن السادة الكرام أبو بكر أفضل الصديقين، وعمر الفاروق المعروف بالقوة في الدين، وعثمان أشدهم حياء على اليقين، وعلي أقربهم نسبا من البشير النذير. وارض اللهم عن الطاهرات العفيفات أمهات المؤمنين، وارض عنا معهم برضاك ورحمتك. قولوا آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون عباد الله. والذي شق النوى وعلى العرش استوى وللقرآن منزلا، الله أسأله أن ينزع الغل والكراهية من صدورنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأموالنا من الشح. اللهم اجعلنا لك طائعين، لك خاشعين، لك مخبتين يا رب العالمين. آمين. وبعد، عباد الله، أعيش بكم في هذا اللقاء المبارك الميمون مع حديث جليل للنبي الأكرم
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديث نبوي رواه الإمام البخاري من حديث أبي كبشة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، 3 أقسم عليهن، 3 أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، وما عفى عبد عن مظلمة إلا رفعه الله بها عزا في الدنيا والآخرة، وما فتح عبد باب مسألة إلا زاده الله بها فقرا. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، هكذا كلام الصادق، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا ل4 نفر، إنما الدنيا ل4 نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، فهذا أعلى المنازل، فهذا أعلى المنازل، أعلى المنازل. ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فيقول: لو أن لي مالا لفعلت به في الخير كما فعل فلان، فله أجر ما نوى، فله أجر ما نوى. ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو بنية خبيثة في النار، فهو بنية خبيثة في النار. ورجل لم يرزقه الله لا مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت به من الخبائث ما فعل، فهو بنيته في النار. تاني قال صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليهن. وإذا أقسم الصادق صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقسم إلا على عظيم، لا يقسم إلا على عظيم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ذكاه في كلامه، فقال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. وقال الله جل وعلا: ما كذب الفؤاد ما رآه. وقال الله جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى. ما نقص مال من صدقة، وما عفى عبد عن مظلمة إلا رفعه الله بها عزا في الدنيا والآخرة، وما فتح عبد باب مسألة، دائما يسأل الناس، دائما لا يقنع ولا يرضى بما قسمه الله، دائما يطلب الإحسان والسؤال. وما فتح عبد باب مسألة إلا زاده الله بها فقرا في الدنيا وذلا يوم القيامة. معاشر السادة، ما نقص مال من صدقة، هذا كلامه صلى الله عليه وسلم. ما هي الصدقة؟ وما هي فضلها؟ وما هي آثارها عليك عبد الله؟ الصدقة ما تمن، ليس منانا على عباد الله، ليس إحسانا عليهم، ولكن الصدقة ما يمن الله جل وعلا به على عبد من عباده، ما يمن الله به على عبد من عباده. لماذا؟ لأن الله جل وعلا من عليك بهذا المال، فقال الله جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم من مال الله الذي آتاكم. والله جل وعلا يقول: الذين ينفقون أموالهم
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله جل وعلا وأنفقوا في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول لبلال بن رباح يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، يعني أنفق ولا تخشى الفقر. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك أنفق عليك. اسمع، هذا أبو بكر رضي الله عنه لما تصدق بماله كله لله رب العالمين، تصدق بماله كله لله. فلما سأله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ سبت لهم إيه؟ قال تركت لهم الله ورسوله. الصدقة من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا. الإنفاق في سبيل الله من أعظم القربات عند الله جل وعلا. أولا علمت أن للصدقة أفضال وآثار، أولها الصدقة تنجي من عذاب الله يوم القيامة. أنت متخيل؟ الصدقة التي تخرجها في سبيل الله ابتغاء مرضات الله لا يكون في قلبك رياء ولا غرورا ولا نفاقا ولا تكبرا على خلق الله، تخرجها تواضعا وتذللا لله، اعترافا منك أن الخلق عبيده وأن المال ماله. الخلق عبيده والمال ماله. الصدقة تنجي من عذاب النار يوم القيامة. قال رسول الله صلى عليه ما من عبد، هذا حديث النبي في البخاري، ما من عبد إلا ويكلمه الله يوم القيامة، ما من عبد إلا ويكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان. مباشرة ستكلم الله مباشرة، فيقول الله أي عبدي انظر عن يمينك، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر من أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة تنجي من عذاب الله يوم القيامة، بل إنها من أحب الأعمال إلى الله يوم القيامة، من أحب الأعمال إلى الله يوم القيامة. أنت متخيل؟ الصدقة أعظم الأعمال يوم القيامة أجرا. هذا ليس بكلامي ولكنه كلام ربنا جل وعلا، حيث قال الله جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. لا يتمنى الميت بعد موته إلا الصدقة. الإنسان إذا وضع في قبره وإذا لقي الله جل وعلا يوم القيامة أول الأعمال التي يتمناها أن يرجع إلى الدنيا في خرج الصدقات. لماذا الصدقة؟ لما رأى من ثواب عظيم عند الله رب العالمين. فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. عبد الله أولا علمت أن الصدقة تدفع البلايا وتفرج الكروب؟ الصدقة بتدفع البلايا وتزيح المصائب وتنجيك من الكروبات. الكربات وتدفع عنك الغموم والمصائب.
أولا علمت أن قولك سبحان الله صدقة والحمد لله صدقة؟ اسمع ماذا قاله النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: يصبح على كل سلامة، السلامة يعني مفصل الجسم، يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. جسم الإنسان فيه 360 مفصل، على كل مفصل صدقة. يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ذهب رجل شاب مع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في أحد غزواته، فأسر هذا الشاب، أخذه العدو أسيرا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة، ذهب والد هذا الشاب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن ابني ذهب معك فرجع الناس ولم يرجع. ابني فين يا رسول الله؟ صل عليه. إن ولدي ذهب معك. وقيل أنه طلحة بن البراء. إن ولدي ذهب معك فرجع الناس ولم يرجع، أين ولدي؟ فقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى بيتك واجلس أنت وزوجتك وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتعجب الرجل: يا رسول الله، جئتك سائلا عن ولدي لا أطلب الذكرى، أنا بسأل عن ابني. قال: ارجع إلى بيتك وأكثر أنت وزوجتك من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الرجل: فرجعت، فقالت زوجته: أين ولدي؟ قال: أخبرني رسول الله أن أجلس أنا وأنت ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قالت: صدق رسول الله. فجلسا يكثران من لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثران من لا حول، حتى دخلت صلاة الفجر. دخل وقت صلاة الفجر، فطرق الباب طارق، فقام الرجل مسرعا، فإذا بابنه واقف على الباب وخلفه من الغنائم كثير، جاي مع خير. فقال والده: أين كنت؟ أنت كنت فين؟ قال: يا أبي، أثرني العدو، خذوني أسير. فلما وضعوا السلاسل في عنقي وفي قدمي قبل الفجر، شعرت وكأن حلق الحديد تتسع تارة فتارة، ثم خرجت. فقال له أبوه: لكن المسافة بيننا وبينهم طويلة. قال: والله ما أن خرجت ووقفت على الباب وشعرت وكأن ملائكة الرحمن تأتي بي إليكم، وكأن ملائكة الرحمن تأتي بي إليكم. شعرت وكأن ملائكة الرحمن تحملني حتى جئت إليكم. فذهب هذا الرجل إلى النبي محمد في صلاة الفجر يخبره أن ابنه قد عاد. فلما رآه النبي من بعيد تبسم رسول الله، ضحك النبي وتبسم وقال: تعالى، فإن الله أنزل فيك قرآنا. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الصدقة تنجي. إذا كان عندك مريض وعجز الطب عن إبرائه عليك بالصدقة. قال صلى الله عليه وسلم ويعطينا القاعدة النبوية التربوية فيقول: داووا مرضاكم بالصدقة. أولا علمت أن الصدقة عبد الله تطفئ غضب الرب جل وعلا؟ كلنا أصحاب خطايا، ما من عبد في الحاضرين إلا وله ذنب، وما من عبد إلا وله خبية في الخطايا، ما من عبد إلا وله من الجرائم ما فعل.
هل علمت أن الصدقة تطفئ غضب الله جل وعلا؟ إذا غضب الله جل وعلا على عبد فإن هذا الغضب لا ينطفئ إلا بالصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الله جل وعلا. وفي حديث آخر قال: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. أولا علمت أن الصدقة تجعلك في ظل الله يوم القيامة؟ الصدقة تجعلك يوم القيامة في ظل عرش الله. أنت متخيل؟ يبقى الناس واقفين في أرض المحشر، الشمس دانية من رؤوس العباد، الناس عرايا، منهم من يلجمه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يلجمه العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وترى صنفا واقفون في ظل عرش الرحمن، ناس واقفة في ظل عرش الرحمن. أنت متخيل الشمس تدنو من رؤوس العباد؟ موقف رهيب. في الموقف يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وتنظر وإذا ب7 أصناف واقفون في ظل عرش الله يوم القيامة، منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. متخيل إن صاحب الصدقة الذي تصدق لله جل وعلا بإخلاص واقف في ظل عرش الله يوم القيامة؟ أي نعم. أولا علمت أن صاحب الصدقة يقف في أرض المحشر مكرما مسرورا في ظل صدقته؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: إن أحدكم ليقف يوم القيامة. طب الوقوف قد إيه؟ هنقف في أرض المحشر قد إيه؟ الله جل وعلا يقول: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة واقف. الوقت طويل على المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، يوم القيامة على المؤمن كما يصلي أحدكم ركعتين لله. الوقت طويل، لكن يمر على العبد المؤمن كمن يصلي ركعتين لله. أما على المنافق والعياذ بالله والكافر يكون يوما عبوسا قمطريرا، يوم شديد. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليقف في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الرحمن بين العباد. تفضل واقف في ظل الصدقة، تقف في ظل صدقتك يوم القيامة، والله جل وعلا يقضي بين العباد. عباد الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأصلي وأسلم على صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموقف المشهود، وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، معاشر السادة، ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولن يرفع البلاء إلا بتوبة صادقة. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولن يرفع هذا البلاء إلا بتوبة صادقة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أصاب بنو إسرائيل قحط، بنو إسرائيل أصابهم القحط، فقال كليم الله موسى: هلموا نصلي لله حتى نمطر، نصلي صلاة الاستسقاء حتى يرزقنا الله جل وعلا بالمطر.
فوقف بنو إسرائيل ووقف موسى ليصلوا لله رب العالمين، ودعا موسى ربه أن ينزل عليهم المطر. فقال الله يا موسى إن في بني إسرائيل راجل واحد، إن في بني إسرائيل رجل يبارزني بالمعصية منذ 40 سنة، رجل يبارزني بالمعصية منذ 40 سنة، مره أن يخرج من بني إسرائيل، فإذا خرج أنزلت عليكم المطر. إذا خرج هذا الرجل من الواقفين أنزلت عليكم المطر. فقال موسى لبني إسرائيل إن فيكم رجل يعصي ربه ويبارز ربه بالمعاصي منذ 40 سنة، فإذا خرج هذا الرجل أنزل الله علينا المطر. أنت متخيل؟ الله يقول حاكيا في سورة الإسراء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله جل وعلا يعاقب أمة برجل، فقال إن فيكم رجل منذ 40 سنة يعصي ربه فليخرج الساعة حتى يسقينا الله. الرجل يسمع الكلام واقف من الحضور، يسمع كلام موسى عليه السلام، فأومأ برأسه إلى الأرض وغطى وجهه وقال إلهي وسيدي عصيتك 40 سنة ولم يعلم بحال أحد، فإن خرجت إليهم اليوم افتضح أمري، فأسألك اللهم بحق عليائك أن تغفر لي وأن تسقينا الساعة. أسألك اللهم بحق عليائك أن تغفر لي وأن تسقينا الساعة. يقول موسى عليه السلام وانتظرت الرجل يخرج ولم يخرج، وإذا بالسماء أصابتها الغمام ونزل المطر وكأنه ينزل من أفواه القرب. فتعجب موسى وقال أي ربي قلت يخرج وما خرج، قلت يخرج وما خرج، فكيف سقيتنا؟ قال يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم، سقيتكم بالذي منعتكم، أي الذي كان سببا في منع المطر هو أيضا كان سببا في نزول المطر. كن صادقا مع الله جل وعلا ولو بالنية. حماد بن سلمة يمر في طرقات المدينة يوما وكان الجو شديد المطر، فسمع امرأة تقول يا لطيف ألطف بحالنا. امرأة في سواد الليل تقول يا لطيف ألطف بنا. يقول حماد فنزل صوتها على قلبي كقرآن ينزل على جبل، اهتز قلبي لكلامها، فانتظرت حتى هدأ المطر، ثم طرقت بابها وقلت يا أمة الله هذه 10 دنانير اجعليها في حاجتك، 10 دنانير اجعليها في حاجتك صدقة. فقالت ابنتها يا أماه لماذا رفعت صوتك حتى جعلت حماد بن سلمة بيننا وبين الله؟ رفعت صوتك ليه في قولك يا لطيف الطف بحالنا؟ قالت والله ما رفعت صوتي ولكن اللطيف أتى به إلى بابنا، لم أرفع صوتي. اعلم عبد الله يا من من الله عليك بالصدقة أنك جابرا للعثرات، أنك مقيلا للعثرات، جعلك الله سببا لتفريج الكروب، واعلم أن الجزاء من جنس العمل.
الجزاء من جنس العمل. الكريم لا يقع، وإذا وقع وجد متكئا يتكئ عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الإحسان إلى الخلق من أعظم الأمور. أحسن إليهم حتى ولو بكلمة، إن لم تملك ما تتصدق به أحسن إليهم ولو بكلمة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أحسنوا إلى الخلق وكونوا جابرين لعثراتهم في هذه الآونة التي اشتدت بها الخلق. أسأل الله باري البرايا من فوق العرش أن يجعل لنا من كل هم فرجا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا. اللهم يا رب العالمين يا ذا العزة والجلال، نسألك في عليائك يا رحمن لا تدع لأحدا في هذا المسجد كربا إلا وفرجته، ولا دينا إلا وقضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا وأعطيته، ولا يتيما إلا وربيته، ولا عاصيا إلا وهديته. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا يا ربنا من حيث لا نحتسب. اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين، اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين واشتد الأنين والحنين. اللهم ارحمنا إذا اشتدت بنا السكرات وفاضت بنا العبرات وتعطلت القوى والقدرات. اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب، فإذا الوحدة والوحشة فهول الحساب. ارحمنا إذا خلفنا فلم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر، فما لنا من قوة ولا ناصر. يا من إذا وعد وفاه وإذا أوعد عفاه، ارحم من قد هفى وجفى، وشفع فينا عبدك ونبيك المصطفى. آمين آمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو تقصير أو نسيان فمني ومن الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.